يأتون من الظلام ويتربصون بضحاياهم ثم يقومون بجرائمهم، لكن الشرطة تتوعدهم. تأتي إلى مسرح الجريمة، تدرس أدق التفاصيل، تقتفي أثرهم، ثم تلاحقهم لتعثر عليهم وتقدمهم للعدالة لترحيلهم إلى غياهب السجون. هذا واحد السيد كيقولوا ليه الحاج، واحد السيد اللي هو لاباس عليه، مقاول كبير، مجوج بواحد السيده اللي حتى هي استاذه جامعيه. هاد الناس هادو عندهم واحد الفيلا فاخره، وكذلك عندهم واحد الخدامه دايرينها بحال بنتهم في العمر ديالها تقريبا 20 عام. كبرات معاهم هاد البنت هادي من صغرها، من الصغر ديالها وهي مع هاد العائله هادي، خصوصا وعلى ان الحاج والزوجه ديالو ما كيولدوش. مع ذلك الحاج والزوجه ديالو بقاو متشبتين بعضياتهم، واخا على انه ما كاين لا ولاد، يعني ما كاينش ولاد بيناتهم. الحاج ما مشاش تزوج بشي مره اخرى، كذلك الزوجه ايضا ما تفارقاتش مع الزوج ديالها، بقاو بعضياتهم. من العاده ديال هذا السيد 8 ونص ديال الصباح، 8 الصباح كيمشي للخدمه ديالو، كيمشي للشركات ديالو، ومع العشيه كيرجع مع جوي 7 8 6 9 ديال الليل، 10 ديال الليل، على حسب الاعمال ديالو، على حسب الاعمال ديالو. اما بخصوص الزوجه ديالو اللي قلنا على انها استاذه جامعيه، كتخرج مع جوي تقريبا 8 ونص ديال الصباح، الا كان عندها الصباحات كترجع مع جوي تقريبا 12 ونص ديال العشيه، الوحده ديال العشيه. ومع العشيه كترجع، الا كانت عندها الخدمه مع العشيه كتخرج مع الجوج ديال العشيه، وكترجع ما بين الخمسة لستة ديال العشيه. هذا هو البروغرام ديال هاد العائله. في واحد النهار اش غادي يوقع؟ السيده خرجات مع جوي تقريبا 8 ونص ديال الصباح، على اساس باش غادي تمشي تقري في واحد الجامعه. رجعت باش غادي تمشي تقري في واحد الجامعه، رجعات مع جوي تقريبا ل 12 ونص ديال النهار. حلات الفيلا، الباب الاول حلاتو، مشات كذلك حلات الباب الثاني، دخلات. هنا هي تلقى واحد الكارثه، لقات على ان الزوج ديالها مليوح ومقتول وفيه عده طعنات، وتحت منه دماء كثيره. شافت كذلك الخدامه ديالها حتى هي مقتوله ومليوحه في الكوزينه، وفيها كذلك حتى هي عده طعنات. وكيبان على ان السيده هذه يعني الحوايج ديالها كلهم مقطعين، كرفصه ما فيها ما يتشاف. السيده بدات كتغوت، عيطات على البوليس، جاو رجال الامن، دخلوا الفيلا. المعاينه على هذه الجثث كيبان لهم على ان السيد بالفعل مقتول وفيه عده طعنات، هي مقتوله. وكيبان البوليس من خلال المعاينه على الجثه ديالها على انها تعرضت الى الاعتداء او الى الاغتصاب. والسيده فيها تقريبا شي 3 ديال الطعنات بشي آلة حاده. جريمه نكراء، جريمه بشعه، جريمه ما فيها ما يتشاف. هنا العميد ديال الشرطه اللي غادي يشرف على هذه القضيه سول الزوجه، قال لها كيفاش يعني احكي لنا كيفاش وقعت الشيء هذا وكيفاش اكتشفتي هذه الجريمه. الزوجه كتقول على انه انا سيدي خرجت مع الصباح مع جوي تقريبا 8 ونص ديال الصباح، الزوج ديالي الحاج خرج مع 8 الصباح، هذه هي العاده ديالو. مشيت الجامعه قريت فيها، رجعت مع 12 ونص، دخلت حليت بالساروت الباب الاول، دخلت حليت بالساروت الباب الثاني، دخلت حتى كيبان لي الحاج والخدامه ديالنا بجوجهم مقتولين. ما عرفتش اسيدي كيفاش وقع هذا الشيء هذا. هنا من خلال القراءه الاوليه سيدي كيفاش وقع هذا الشيء هذا. هنا من خلال القراءه الاوليه يعني على ان تقدر هاد الجريمه وقعت بفعل السرقه. والسيده كتبان في واحد الحاله يرثى لها، يعني منهاره، في واحد الصدمه قويه وقويه بزاف. هنا يعني البوليس من بعد ما هاد السيده هذه قالوا لها انت شوفي، حاولي تشوفي في الفيلا شنو هو اللي ناقصكم.
السيده دارت واحد الدوره على الفيلا، طلعت الفوقي ديال الفيلا. هنا غتكتشف على ان الخزانه، يعني بصحبه رجال الامن، اكتشفوا على ان الخزانه ديال الملابس مفرقعه. قلبوا في الخزانه ديال الملابس، الزوجه كذلك كتقلب في الخزانه ديال الملابس. هنا غيبان ليها على ان واحد الصندوقه عندهم، كان عندهم فيها شي ذهب، شي فلوس، شي مواكن ساويين الثمن ديال الحاج مهزوزين. بدات تتقلب في الفيلا، كتقلب هنا كتقلب هنا، خاصنا هذه السرقه. حلوا كذلك بالمسرح ديال الجريمه الشرطه العلميه والتقنيه، داروا بالفيلا كلها وداروا لها واحد المسح كامل، واي حاجه غادا تفيدهم في التحقيق هزوا مجموعه ديال البصمات اللي كانت في المسرح ديال الجريمه. قلبوا هنا نشطوا هاد الاماكن باكملها. من بعد ما البوليس ولا كذلك الشرطه العلميه والتقنيه سالوا من التحريات ديالهم، هنا غادي يهزوا الجثث الى المستودع ديال الاموات باش يدار لهم واحد التشريح طبي. اش غادي يوقع من بعد؟ البوليس هنايا داو الزوجه باش يكملوا معها البحث. بداو كيسولوا فيها البوليس، قالوا لها واش عندكم شي عداوه، واش الحاج عنده شي مشكل مع شي واحد، واش كذا واش كذا واش كذا. قالت لهم اسيدي حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع شي واحد. واحد القضيه مهمه، شنو هو اللي غادي يخلي على ان هذه الفيلا هذه تكون سهله في الجريمه؟ شنو اللي غادي تخلي على ان الفيلا غادي تكون سهله في الجريمه؟ الفيلا جات في واحد الموقع كيشوف واحد البلاصه خاويه بحال واحد الخلا، بجنبها كاينه واحد الفيلا، وبجنبها الاخر كاينه واحد الفيلا، قبالتها ما كاينينش السكان. حي، هاد الحي راه حي راقي فيه الفيلات، ولكن هاد الفيلا هادي جات شويه مبرمه. الفيلا اللي حداها خاويه ما فيها حتى شي واحد. شي ناس يعني كيسكنوا في هاد الفيلا هادي، ولكن كيعيشوا في برا، مره كيجيو الفيلا ديالهم. الفيلا اللي لاصقه على هاد الفيلا هادي فيها جوج ديال الازواج، واحد السيد معاه الزوجه ديالو، بجوجهم مسنين، ما عندهم لا عساس، ما عندهم حتى شي واحد، حتى الحاج حتى هو ما عنده لا عساس، ما عنده حتى شي واحد، كيعيشوا غير بوحدهم في هذه الفيلا. جاو عندهم البوليس، حقوا معاهم، بحثوا معاهم، واش سمعتوا شي صداع، واش سمعتوا شي حاجه؟ هاد جوج الزوجين كيقولوا على انهم ما سمعوا حاجه. هاد جوج الزوجين كيقولوا على انهم ما سمعنا لا صداع، ما شفنا حتى شي حاجه، ما سمعنا حتى شي غوات. بقاو البوليس كيبحثوا مع الزوجه ديالو حتى هي منهاره مصدومه، ما عطات حتى شي حاجه. هنا غادي يخرج التقرير ديال الطب الشرعي. التقرير ديال الطب الشرعي كيقول على ان اللي تقتل هو الاول، او اللي تقتلات هي الاولى، هي الخدامه. تقتلات هي الاولى، وقبل ما تقتل تعرضت الى الاغتصاب. شي واحد او شي وحدين اعتدوا عليها، بعد ذلك شدوها قتلوها، او هذا الشخص هذا قتلها، وتوجهات لها عده طعنات اللي هي قاتله. والطعنه اللي قتلاتها هي اللي كانت على المستوى ديال القلب ديالها. اللي تقتل هو الثاني، شكون هو الحاج. وكيقول الطبيب الشرعي، كيقول على ان هذا السيد هذا يعني كان كيتقتل، يعني هذا الشخص هذا اللي كان كيضرب فيه، يعني بحال واحد المقاومه بينه وبين كذلك وبين هذا القاتل هذا او هذه القاتله. رجعوا البنت الخدامه، البنت كنا على انها تعرضت الى الاغتصاب بشكل عنيف. وهنا الطبيب الشرعي واحد العينات من السائل الذكوري اللي توجد على هذه البنت هذه، باش يعني يحتفظوا بها حتى يظهر شي مشتبه فيه. المهم البوليس بقاو كيبحثوا في هذه القضيه، بقاو كيبحثوا والو. هذه القضيه بانت على انها جد معقده، وهنا بقاو كيتسناو كذلك حتى النتائج ديال البصمات. حاجه اخرى عاوتاني، او الفرضيه اللي بقاو غاديين عليها البوليس، هو على ان الدافع ديال هذه الجريمه هو السرقه. هذا هو الفرضيه اللي غاديين عليها البوليس. ولكن كاينه واحد الفرضيه اخرى من خلال البحث مع الزوجه، او كاين واحد الاشكاليه اخرى من خلال البحث مع الزوجه، كتقول على ان الزوجه كتقول اخرى من خلال البحث مع الزوجه، كتقول على ان الزوجه كتقول بانها كتخرج، هي خرجات، او الحاج خرج قبل منها. الحاج خرج مع 8 الصباح، وهي خرجات مع 8 ونص ديال الصباح، ورجعات مع 12 ولقات الجريمه. هاد القضيه كيفاش الحاج تقتل؟ واش رجع للدار من وراها؟ واش الحاج
كان على علاقه مع الخدامه، كيخلي على ان الزوجه ديالو حتى كتخرج عاد من وراها كيرجع، وشد البنت مثلا وفي هذاك النهار اغتصبها وتكرفس عليها، بعد ذلك يعني شدها وقتلها. البنت كذلك قتلات الحاج، وقعوا في في صراع بيناتهم، او على ان الحاج قتل هذه البنت، قتل البنت، بعد ذلك انتحر. كتقول على انها خرجات، الحاج خرج هو الاول بالطوموبيل ديالو مشى، عاد من بعدها هي خرجات. ولكن كيفاش الحاج من بعد كتكتشف الزوجه ديالو على انه تلقى مقتول حتى هو وصل الفيلا؟ هذه مساله غامضه ومساله فيها بزاف ديال التساؤلات. حاجه اخرى عاوتاني، ياك ما هاد الزوجه ربما كانت عارفه على انه كاينه شي علاقه ما بين الخدامه والحاج، وقلنا على ان السيده الخدامه اللي هي باقا جميله وفي مقتبل العمر عندها 20 عام، حسات العلاقه فيما بينهم، والزوجه كرات شي اشخاص او شي عصابه او شي واحد دخلوا استدرجوا الحاج حتى دخل الفيلا وقتلوا الخدامه واعتدوا عليها، كذلك قتلوا الحاج، وداروا هذاك السيناريو على ان الدافع ديال الجريمه هو السرقه. وتقدر على ان الزوجه هي اللي غادي تكون مدبره ومخططه لهذه الجريمه. هاد السيناريوهات هادو كلهم وضعوهم البوليس، هاد السيناريوهات كلهم وضعاتهم الشرطه القضائيه. هنا البوليس بقاو كيبحثوا في هذه القضيه وبقاو كيتسناو النتائج ديال البصمات، حتى غادي تدوز واحد المده شي ايام قليله وغادي يخرجوا النتائج ديال البصمات. التقرير ديال الشرطه العلميه والتقنيه اش كيقول على ان توجدوا في المسرح ديال الجريمه البصمات ديال الحاج بطبيعه الحال على انه هو مول الدار، توجدوا البصمات كذلك ديال الزوجه ديالو، توجدوا كذلك البصمات في المسرح ديال الجريمه ديال الخدامه. ولكن غادي نلقاو واحد البصمه رابعه اللي هي غريبه، او بصمات غراب كاينين في المسرح ديال الجريمه، توجدوا ديال شخص واحد. شكون هو هذا الشخص هذا؟ من خلال غادا تعرض عليه هاد البصمات هادو، غادا تقول على انه هاد الشخص هذا سميتو عبد الرحيم، ساكن في نفس المدينه، في العمر ديالو تقريبا 27 عام. عطاتهم العنوان ديالو بالكامل. البوليس غادي يتنقلوا العنوان ديال هاد الشخص هذا عبد الرحيم، دقوا على الباب ديال الدار ديالهم، خرجت الام ديالو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا سيدي؟ قالوا لي معك البوليس. قالوا ليها واش كاين عبد الرحيم؟ ولدي يا سيدي راه مشى، ما حتى جانا واحد النهار قال لنا سيدي انا صافي غادي نخوي المدينه. ولدك فين مشى؟ قلت له سيدي الله اعلم. المهم واحد النهار احتاج جمع حوايجو في واحد الصاك وقال لنا صافي انا غادي نخوي المدينه، غادي نمشي لبلاصه اخرى، غادي نمشي نخدم فيها، عطينا النهار بالضبط. قالت له سيدي ما بقيتش عاقله، انا غادي نعيط لكم على بواه. عيطت على الاب ديالو، ابراهيم 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 اجي ابراهيم اجي. جا الاب ديالو، السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لنا سيدي ولدك نهار بالضبط هز الصاك ديالو وقال لكم صافي غادي يسافر؟ قال لهم سيدي نهار فلان الفلاني. نهار فلان الفلاني هو النهار اللي تتثبت فيه الجريمه، هو النهار مزيان. هاد الشخص هذا عنده خوه حتى هو مجوج، كذلك عنده واحد اختو اللي هي صغر منه. عيطوا على خوه اللي مجوج، بحثوا معاه، قالوا لي خوك فين مشى هذاك النهار اللي هي الصاك ديالو فين غادي يكون مشى؟ قال لهم سيدي خويا قال لهم انا ما عرفتش، ما عندي حتى شي معلومه. سولوا الزوجه ديال خوه، كذلك ما عرفت حتى شي حاجه. سولوا الاخت ديالو، حتى هي ما عرفت حتى شي حاجه. هنا البوليس هما يسولوا الام، قالوا لها ولدك لاله فاش خدام؟ قالت لهم سيدي خدام في واحد الشركه. هاد الشركه ديالاش؟ شركه كيبيعوا داكشي ديال الماكياج. هاد الشركه ديال البيع والشراء، فاش كيدقوا على الديور كيخرج عندهم شي واحد، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا سيدي واحد البرودوي، هذا البرودوي هذا كيعمل سيدي 20 درهم. الا خديتي هذا البرودوي هذا كتاخذ معاه جوج برودويات، يا اما صابون يا اما سينيال يا اما شامبوان يا اما معروفين هاد الناس هادو كيدقوا على الناس كيخرجوا عندهم. عندنا واحد المنتوج كذا كذا، هذا المنتوج جاي من برا، اول تجربه غتدخل للمغرب كذا كذا، حنا سيدي كنديروا واحد البروموسيون،
عندنا سيدي هاد المنتوج هذا كيعمل سيدي 30 درهم، خديتي من عندنا هاد المنتوج هذا كتاخذ معاه جوج حوايج كابوات. يعني هاد الشركات كيديروا هاد الخدمه هادي. منهم هاد عبد الرحيم كيخدم مع هاد الشركه. هنا البوليس من بعد ما خداو المعلومات والسميه ديال الشركه اللي خدام فيها هاد السيد هذا، غادي يتوجهوا البوليس لهاد الشركه. مشاو دخلوا عند واحد المسؤول. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لنا سيدي واحد السيد سميتو عبد الرحيم فلان بالفلان، واش خدام معاه؟ قول لنا سيدي واحد السيد سميتو عبد الرحيم فلان بالفلان، واش خدام عندكم؟ يا سيدي هاد السيد هذا خدام عندنا. وسيدي هاد السيد هذا حتى واحد النهار حتى جا عندنا، يعني قال لنا صافي عطيوني حسابي، الله يجعل شي بركه، عييت من الخدمه هذه، غادي نمشي بحالاتي. حنا ما يعني من حقه، تحاسبنا معاه، عطينا رزقه، مشى بحالاته. فين مشى هاد السيد هذا؟ قال لي يا سيدي على انه غادي يمشي لطنجه. قال لي صافي دبرت على شي خدمه في شي شركه في طنجه، غادي نمشي نخدم فيها. مزيان. رجعوا هنايا البوليس لعند العائله. هنا ما يسولوهم، قالوا لهم واش كتعرفوا شي واحد كاين في طنجه؟ هنا غينوض الاخ ديالو غيقول لهم كاين واحد السيد جيراننا كنعرفوهم بحال العائله، راه ساكن في طنجه، والاخ ديالي راه مره كيطلع لطنجه عند السيد هذا، كيبرك معاه شي ايامات وكيدخل. وهذا السيد هذا اللي هو صاحب خويا حتى هو كنسولوا فيهم وكيسولوا فينا بحال العائله. عطينا العنوان ديال هاد الناس هادو، خداو العنوان من عند الاخ ديالو. هنا غتنوض واحد الدوريه من رجال الامن وغادي يمشيو حتى للمدينه ديال طنجه باش يقلبوا على عبد الرحيم اللي ولا هو المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضيه. يعني مجموعه ديال المعطيات، منها العائله ديالو كتقول على انه هز الصاك ديالو هذاك النهار ومشى، قال لهم غنمشي لشي مدينه. الخدمه ديالو حتى هما جا عندهم في نفس النهار اللي كانت فيه الجريمه، قال لهم عطيني حسابي، صافي انا دبرت على راسي في طنجه. المهم مشاو لهاد المدينه هادي طنجه، مشاو لهاد العنوان اللي خداو من عند الاخ ديالو، وصلوا للدار، طقوا عليها، هي تخرج عندهم واحد السيده. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولي لنا لاله واش كاين رضوان؟ عرفوا حتى السميه ديال صاحب عبد الرحيم، واش كاين رضوان؟ شكون نتوما سيدي؟ حنا البوليس. ياك ما كاين باس البوليس، ياك ما كاين باس، لا ما كاين حتى شي مشكل، غير بغينا نسولوش على شي حوايج. السيده دخلت للدار كتقفقف، يعني الله يحسن العون، عارفه ولدها اش داير، عيطت على ولدها، خرج عند البوليس. يا سيدي مرحبا، كاين شي ما نقضيو؟ قالوا لي يلاه معنا. داو الكوميساريه، دخلوه. قول لنا شريف، كتعرف واحد السيد سميتو عبد الرحيم؟ قال لهم هاد السيد كنعرفو. شنو هي العلاقه اللي بينك وبينه؟ هاد السيد هذا سيدي صاحبي، حنا كنا جيران في واحد المدينه، والمهم حنايا جينا لطنجه وبقات هاد العلاقه بيني وبينه. ولكن هاد السيد هذا راه كان عندي هنا، كان عندي درك عندي تقريبا شي يومين. وفين مشى؟ الله اعلم سيدي. حتى لواحد النهار كان مريح، يعني ما عليه ما بيه، حتى هز الصاك ديالو قال لي غادي نمشي ندبر على راسي. كيف غنمشي نقول للناس؟ قال لي غنمشي ندبر على راسي، صافي الله يجعل شي بركه، انا غادي نمشي نقلب على شي خدمه ونقلب على شي كريه. ما لاحظت حتى شي حاجه في هذيك الايام اللي كان مريح معك فيها؟ ما لاحظت حتى شي حاجه في هذيك الايام اللي كان مريح معك فيها؟ قال لي ملاحظت عليه واحد القضيه ماشي تلهي. بان لي السيد كيدخل وكيخرج في الهضره وما كياكل ما كيشرب ومرتبك، وبان لي ماشي هو عبد الرحيم اللي كنعرف شحال هادي. مزيان. حنا غنقول لك واحد القضيه. هذا عبد الرحيم راه قاتل جوج ترواح، ودابا هو راه هربان، ودابا انت غتعاون معنا، واي حاجه سولناك عليها جاوبنا بها بصراحه. الا تستتي على هذا المجرم وعرفتي على انه فين كاين وبقيتي ساكت، راه غتعتبر على انك انت مشارك مع هذا المجرم او متستر على مجرم وجريمه، وتولي مع تتايا داخل معاه في هذه القضيه. دابا اي حاجه سولناك عليها جاوبنا عليها. السيد من يعرف على ان صاحبه يعني متورط في جريمه قتل، قال لهم سيدي انا غنقول لكم كلشي. واحد النهار هو يجبد لي واحد الصندوقه ديال الذهب، فاشي مواكان، فاشي شي ذهب كثير، وسولته قلت يا خويا الذهب هذا من دبرتي عليه؟ قال لي هذا الذهب هذا راه ديال الوالده ديالي، راه وارثه على جده، والوالده ديالي مسكينه مريضه بزاف وغدير واحد العمليه، وانا غادي نبيع الذهب هذا باش نصيفط ليها الفلوس باش دير العمليه، وانا غادي نبقى في طنجه باش ندبر على راسي ونشوف شي خدمه. قال لي ما سمعت بحال ما هكايا، ثقت فيه. قلت لي اش غدير؟ غادي نديك
عند واحد السيد وعرفت على انه ما عندوش الريسيبوات ديال الذهب هذا، وقال لي الريسيبوات توضروا لينا. قلت لي غادي نديك عند واحد السيد راه كيشري الذهب في النوار. ديتو عند الدايبي هذا، تفاهموا بعضياتهم، باع لي الذهب، خدا الفلوس. مني خدا الفلوس صافي تفارقنا انا وياه. انا ما عرفتوش اسيدي فين مشى، ما عرفتوش اسيدي فين مشى. البوليس هنايا هما يمشيو مع هذا الشخص هذا وغادي يديهم حتى لهاد القيصريه هذه اللي باع فيها هذا الشخص الذهب. مشاو اللي باع فيها هذا الشخص الذهب، مشاو معاه وراهم الدايبي، سولوا الدايبي، قالوا لي واش جا عندك واحد السيد واحد النهار، نهار فلان الفلاني جا عندك وجاب لك شي ذهب باعوا لك. السيد شاف الاخر صاحبه وقال له يا سيدي راه جا عندي واحد النهار، جا عندي مني هضرت معاه قال لي ما عنديش ريسيبوات، ثقت في هذا السيد هذا وخديت من عنده هذا الذهب. فين هو الذهب اللي باع لك؟ ها هو سيدي كاين، باقي كاين. هنا غادي يتم الحجز على هذا الذهب هذا وغادي يتم الاعتقال هذا الشخص، يعني السيد شاري ذهب مسروق. داو الشخص هذا باش يكملوا معاه البحث، وهنا غتنوض واحد الدوريه من الامن غادي تمشي حتى لهاد المدينه اللي وقعت فيها الجريمه، وغادي يديو معاهم الذهب باش تشوفوا الزوجه. عرضوا على الزوجه، شافت الذهب، قالت لهم هذا هو الذهب اللي تسرق لينا سيدي، هذا هو الذهب ديالي. مزيان. هنا البوليس بقاو كيقلبوا على عبد الرحيم، ما خلاو عليه حتى بلاصه قلبوا فيها والو. هنا البوليس غادي يعرفوا على ان هذا الشخص هذا باغي يحرق، من بعد ما قتل، اغتصب، سرق، هرب لطنجة على اساس باش يحرق يمشي لشي دوله اوروبيه. بقاو كيقلبوا عليه، كيقلبوا ما خلاو فين قلبوا، مشاو كاع لهاد الاوقار هادو اللي كيكونوا فيهم هاد اصحاب الهجره السريه، قلبوا والو. السيد ما عطوش عليه نهائيا. دازت ايام حتى لواحد النهار هاد عبد الرحيم هذا غادي يعيط على صاحبه رضوان، عيط عليه بالتليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام، ياك ما كاين باس؟ البوليس هنايا وصاوه، قالوا لي في حاله ما عيط عليك كذا كذا علمنا. عيط قال لي اش واقع لك اصاحبي؟ قال لي شوف الله يرحم لك الوالدين، دبر لي في واحد 5000 درهم، راني اليوم غادي نحرق، راه دبرت على واحد الحراق. قال لي صافي كون هاني جاتك، صافي كون هاني جاتك. وقال لي فين غنتلاقاو؟ قال لي غنتلاقاو في القهوه الفلانيه اللي كنا رايحين فيها شحال هادي. قال لي صافي كون هاني. ما عادش نتلاقاو، قال لي من هنا لساعه كنتلاقاو ولا ساعتين نتلاقاو. المهم هذا الشخص هذا هو يعيط للبوليس، رضوان عيط للبوليس قال لهم راه فلان راه عيط ليا، قال لي راه باغي مني 5000 درهم، وراه درت مع دابا من هنا واحد الساعه ولا ساعتين غادي نتلاقاو. المهم انا غنمشي للقهوه كاع على سبقته، راه غادي نعيط ليه. البوليس قالوا لي شوف بقى غادي في هذه الخطه، بقى غادي في هذه الخطه وحنا غادي نكونوا قراب ليكم. مشى السيد القهوه، عيط على صاحبه وقال لي انا مريح في القهوه. البوليس حتى هما يعني منتشرين في هذا المكان هذا. واحد شويه ويتم جاي هذا الشخص، تم جاي ريح، وهما يطيروا عليه البوليس، شدوه اداوه المركز ديال الشرطه باش يبداو يستمعوا لي. قولي لنا الشريف فاش خدام؟ سمعوا لي، قولي لنا الشريف فاش خدام؟ خدام اسيدي كنبيعو نشري. فاش كتبيعو تشري؟ كنبيعو نشري في هادشي ديال الماكياج وكشي ديال البرودويات. موال كتمشي واحد السيكتور كتبيعو تشري فيه ياك؟ موال كتمشي واحد السيكتور قال له اياك السيكتور، موال كنمشي ليه. قولي لنا كتعرف واحد الخدامه واحد السيد كيقول لي الحاج والزوجه ديالو كتعرفهم؟ لا سيدي ما كنعرفهمش. كيفاش انت كتمشي هاد السيكتور هذا وكتدق على الديور وهاد الشخص هذا عمرك ما مشيتي عنده؟ قال له ما عرفت، الا نسيت الله اعلم. واخا الدار عمرك ما دخلتي ليها؟ لا سيدي عمري ما دخلت ليها. كيفاش انت عمرك ما دخلتي للدار؟ والبصمات كلها منتشره في الفيلا، بيت نعاس لتحت، كاع البصمات ديالك لقيناهم لداخل. هنا بغى يشوف البوليس يعني اش تحت راسو. هو يقول لهم لا لا نسيت هاد الفيلا هادي كنت موالف كندخل لها غير ما بغيتش نقولها لكم. ركزك والخدامه هادي كنت عارف على ان خدامه مع الحاج وخدامه مع مراته، وكانوا هما اللي كيخرجوا مع الصباح، وانا كنجي كندخل وكطلع لي بنت نعاس وكطلعني كديني هنا وكديني هنا في الفيلا وكنديروا شي بيناتنا. السيده راه صاحبتي. كيفاش قتلتي الحاج وكيفاش قتلتي الخدامه؟ جينا الصراحه، جو هنا مباشره. كيفاش قتلتي الحاج وكيفاش قتلتي الخدامه؟ اسيدي ما قتلتهم ما والو، ما قتلتهمش اسيدي، وحول الله بيني وبين الجريمه.
اسيدي انا نقدر نقتل حتى طوبه حتى فار، عارف نقتل ندير هاد الجريمه هادي. هنايا البوليس بقاو كيبحثوا مع هاد الشخص هذا، بقى راكب على راسو، والو ما بغاش يعترف. قالوا سيدي انا ما عنديش علاقه بهذه الجريمه. هما ياخذوا ليه الحمض النووي ديالو، هما يقارنوها بهذاك السائل اللي توجد في الخدامه، هي تجي متطابقه. قبل ذلك اجدروا البوليس جابقه. قبل ذلك اجدروا البوليس جابوا الدهيمي، واجهوا مع هذا الشخص هذا المشتبه فيه. قالوا له واش ما خونتي لا ذهب لا والو؟ قالوا سيدي انا ما خونت لا ذهب لا والو، ما درت لا جريمه لا حتى شي حاجه. الذهبي شهد فيه، قالوا سيدي هذا هو الشخص اللي جا عندي وباع لي الذهب، هو هذا سيدي. وزاد ذكر قال لهم الشخص هذا عمر الشمس ما طلعت من هنا، ما كنعرفش هذا السيد هذا، اول مره كنعرفو. شوفوا مع من عند من شرا الذهب، بقى ناكر. حتى غادي ياخذوا ليه الحمض النووي ديالو الدي ان، وغادي يقارنوها بهذاك السائل اللي توجد عند الفتاه، وغادي تجي متطابقه. يعني هو المجرم اللي ارتكب هذه المجزره في حق هذه العائله. شدوا هذا الشخص هذا، عمقوا مع البحث، واجهوا بعض المعطيات، واجهوا بعض المعلومات مع الاسئله، طوقوه من كل جهه. هنا هو ينهار ويعترف. قال لهم سيدي انا اللي قتلت سيدي، وانا غنحكي لكم كيفاش درت هذه الجريمه. كيفاش دار هذا الشخص هذا؟ من هذوك الناس كيبيعوا يعني صحاب حنا ما كان لا نبخس هذه المهنه هذه، واي مهنه راه فيها الناس اللي زوينين وفيها الناس اللي خايبين، بحال الخضاره بحال كذا بحال اي مهنه. ولكن هذا مجرم. اش دار؟ كان كيجي لهذا السيكتور هذا كيبيعوا كيشري فيه هذاك الشيء ديال الماكياج. ومن ضمن هاد الضيوف اللي كان كيمشي لهم، كان كيمشي لهاد الفيلا هادي. كانت كتخرج عنده واحد الخدامه، شاف البنت عجباتو، ولا مره كيجي لهاد الفيلا هادي كيتحرش بالبنت، عجباتو. شحال من مره تحرش بها، السيده ما بغاتش تدخل معاه في علاقه، اليوم غدا. اش دار من بعد؟ ولا عارف حتى البروغرام ديال الحاج وديال ديال الزوجه ديالو، عارفهم على انهم كيخرجوا مع الصباح كيمشيو بجوجهم ديالو بداك الخبز ديالو، ولا عارف الشاده والفاد. بقى كيف ما كنقولوا، بقى داير دماغه. يعني هاد البنت بقى مدخله دماغه، حتى واحد النهار دق، خرجات البنت. مني خرجات، شيت البنت ويغفلها ودخلها، حط عليها واحد الجنويه، دخلها حتى الفيلا، تكرفس عليها مزيان. البنت ابدت مقاومه، حتى يعني دار داكشي اللي دار. بعد ذلك ولا كيشوف راسو امام مشكل، بدات البنت كتغوت ليه، خاف راسو على انه لا يتفضح. بعد ذلك هو يوجه لها عده طعنات، طعنه في القلب، طعنه هنا، طعنه هنايا، حتى السيده يعني ماتت. اش غادي يوقع من بعد؟ حتى كيتفاجئ هذا المجرم على ان الباب ديال الفيلا كيتسحل. الحاج دخل، نسى شي حاجه، نشا شي دوسي خاصو يديه معاه، كان عنده شي اجتماع، كانت عنده شي حاجه، نشا شي حاجه من الفيلا. جاي السيد مسكين داخل على نيته، هو يبان من الفيلا. هو يبان ليه، بانت ليه خدامه مقتوله ومكرفصه، وبان ليه هذا الشخص هذا بحال واحد الوحش، هاد الجنويه. السيد ويدخل معاه في مقاومه، الحاج دخل معاه الشخص في مقاومه بيناتهم. لقى الاخر على انه صافي قاتل، خاف راسو لي يعني يخلي هذا السيد حتى هو حي ويمشي للحبس. هذا هو التفكير ديالو. حتى هو وجه ليه عده طعنات، قتل الحاج حتى هو. اش كيقول في التحقيق؟ قال على انه صافي انا ارتكبت جريمه، طلعت الفيلا وعارف على ان الزوجه ما كتجي حتى ل 12 او الوحده. طلعت الفيلا، بديت كنقلب حتى لقيت، فرقعت الباب ديال الخزانه ديال الملابس، فرقعوا. هو لقى واحد الصندوقه، قال لهم لقيت فيها الذهب، لقيت فيها شي موادن، لقيت شي حوايج من هنا، لقيت شي حاجه من هنايا، هزيت هذاك الشيء. بعد ذلك خويت، هربت. اش دار؟ قال لهم مشيت للدار مباشره، هزيت حويجاتي، طرقت هذيك الشركه ديالو. قال لهم سيدي انا ما بقيت خدام معكم ما والو. قال لهم صافي الله يجعل شي بركه، انا غنمشي ندبر على راسي طنجه. ودائما كيف ما كنقول على ان الروح فهي عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، الروح عزيزه عند الله عز وجل. بعد ذلك غادي يشد واحد الوسيله ديال النقل وغادي يمشي حتى لطنجه، وكان في القرار ديال نفسه على انه غادي يتصرف في هذا الذهب هذا. بعد ذلك غادي يمشي يسافر
شي دوله اوروبيه عن طريق الحريق. هاد الشخص من بعد ما نجزات ليه مسطره قانونيه غادي تقدم اللحم